99% من الناس اللي يداولوا في سوق الأسهم الأمريكي على مستوى يومي خسرانين، ولكن النسبة قليلة جدا للناس اللي مستثمرين على مدى الطويل. يعني إذا أي حد مستثمر في سوق الأسهم الأمريكي، البورصة الأمريكية، أكثر من 10 سنين، نسبة الخسارة تقل من 99% اللي الناس تداول إلى أقل من 10% حسب شو اشتريت. زين، اليوم عندنا فرصة قوية جدا أن ندخل في سوق الأسهم. ليش؟ لأنه في بعض الأسهم نازلة ما بين 30 إلى 50%، ما في شيء يتغير في السهم. الشركة ربحانة، الشركة بعد فيها أرباح قوية، فيها موظفين، فيها شغل، وقاعدين نشوف هذا الشيء. زين، وبنتكلم على جميع الأسهم اللي أنا أشوفها أن الواحد يستثمر فيها الآن. هذه يمكن تكون فرصة عمر. شو رأيكم على أي سهم قاعد أتكلم أنا؟